يا صباح الفل. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله راجعه لكم فيديو جديد، فيديو حلو قوي. هنعمل مع بعض الطعميه البيتي اللي مفيش غنى عنها، الراعي الرسمي للشعب المصري. حلوة قوي معاك على الفطار، تعمليها كده تفطري بيها، جميلة جدا. وكمان داخل علينا رمضان، كل سنة وانتوا طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. تعمليها كده تبقى حلوة قوي في السحور. وكفاية انك عاملاها بايديك الجميلة، وعاملاها في البيت، وعاملاها كمان بزيت نضيف. طالعة جميلة ومقرمشة وهشة وتحفة ما شاء الله. ومقاديرها مفيش اسهل منها. تعالى اوريكي كمان، بصي جميلة جدا وهشة ومستوية كمان من جوه وحلوة قوي. بصوا ما شاء الله، هشة خالص ومش شاربة زيت وجميلة جدا. وطريقتها مفيش كمان اسهل منها. تعالي بقى نشوف الطريقة ونشوف المقادير بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ في المقادير والطريقة، ما تنسيش تعملي لي لايك، ما تنسيش تفعلي زر الجرس، وكومنت حلو كمان منك، وتشيري الفيديو عشان الكل يستفاد. يلا بينا نشوف طريقتنا ونشوف عملناها ازاي. هنجيب معانا هنا فول مدشوش من عند اي عطار او من السوبر ماركت، هو موجود في اي مكان. طبعا انا جبت الفول وغسلته كويس، وبعد كده نقعته. تنقعيه من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل. لازم الفول بتاعك يكون منقوع ومبلول كويس عشان يبقى طري معاكي لما تيجي ايه تفرميه او تطحنيه. ومعايا بصلايه، ومعايا ايه كمان التوم بتاعي 4 5 فصوص توم كده، مش مكترة على الكمية دي، حلوة قوي. ومعايا كرية طعمية يعني كرية. ومعايا كمان كوباية مية. انا الفول اللي معايا ده اقل من نص كيلو، انا خدت من نص كيلو شوية. عايزة تحطي خضرة تاني حط براحتك، عايزة تحطي شبت، تحطي كزبرة، تحطي بقدونس، براحتك. بس معروف ان الطعمية يعني كريات. وما تكتريش خضرة عشان ما تغمقش معاكي، الخضرة بتخلي لونها غامق. فانت خلي الخضرة بتاعتها ايه مظبوطة، لا تبقى غامقة قوي ولا يبقى لونها فاتح. ونقطع الخضار والبصل بتاعنا بطريقة كده ايه عشوائية، لان طبعا كل ده هيتفرم مع بعضيه وايه مش هيبان. كده فرمنا الخضار قطعنا الخضار بتاعنا. نجيب بقى الكبة اللي هنشتغل بيها او الخلاط. عندي خلاط استعمليه عادي، بيديلك نتيجة جميلة جدا. طول عمري بعملها في الخلاط، بس انا عشان عندي الكب هستعمل ايه في الكبة المرة دي. وانا بعملها على طول ونتيجتها جميلة جدا ومضمونة. نحط نص كمية الايه الفول والخضار اللي معانا ده ونفرمه. حط شوية بشوية كده وفرميهم على قد الكمية اللي معاكي يعني. وايه ناخد نص ايه كمية المية ونفرم. تفرموها كويس كده، ما بتاخدش اي وقت خالص، سريعة جدا وبتطلع جميلة جدا معاكي. هي نفس الطريقة هتعمليها في الخلاط، بس الخلاط بياخد كمية مية ايه زيادة. طبعا هنفرم كده وايه نبطل شوية وننزل الجوانب ده، عشان ايه الجوانب طبعا عارفين ان هي ايه بتكون لسه ما اتفرمتش كويس. ننزلها كده بالمعلقة ونفرمها تاني عشان تبقى كلها ناعمة ايه وكلها مفرومة زي بعضها. وهقول لك ازاي برضو لو عملتها في الخلاط. طبعا بتاخد ميه كتير. تفرمها في الخلاط وتجيبي مصفى الشويه اللي تفرميهم طلعيهم حطهم في قلب المصفى يصفوا الميه اللي انت فرمتي فيها. وبعد ما يصفوا الميه تاخدي الميه دي وتفرمي بيها باقي الكميه التانية اللي باقيه معاكي عشان ما تحتاجيش ميه كتير. وبتديلك هي نفس النتيجه بالظبط، وبتطلع ناعمه وجميله جدا وطريقتها سهله. كده فرمنا الكمية ايه نص الكمية هي، واحط نص الكمية التانية واحط باقي المية اللي معايا. يبقى انا الكمية دي كلها احتجت لها ايه كوباية مية واحدة. بس انا مش هصفيها لان صراحة هي طالعة مظبوطة معايا. ميتها مش كتير ولا طرية ولا ناشفة معايا، قوامها مظبوط جدا. فانا مش محتاجة ان انا اصفيها. فانا هفرم واحط ايه على بعضها على طول في الطبق كده. بس ننزل برضو الجوانب كده عشان تبقى مفرومة معانا كويس. وطبعا طالعة مفرومة معايا جميل. لا في فولايه ما اتفرمتش ولا عود خضره ما اتفرمش زي ما بنبقى جايبينها من بره تلاقيها كلها خضره وبصل وفول مش مفروم كويس. لا افرمها في البيت احسن لك واعمليها بدل ما تشتريها. كده خلصنا فرم الكميه بتاعتنا. وهقول لك كمان ازاي تحفظيها في الفريزر، ولما تيجي تطلعيها تستعمليها ازاي. بصوا ما شاء الله اقل من نص كيلو اداني كميه كويسه. اجيب بقى الاكياس بتاعتي عشان ايه اعبيها واحفظها في الفريزر. انا لما باجي احفظها في الفريزر ما بحطش عليها اي حاجه خالص، ولا ملح ولا كمون ولا اي حاجه. انا بشيلها زي ما هي كده
والحبه اللي انا الكيس اللي انا هستعمله ده بروح متبلاه. فانا كده انا مش هستعمل الاكياس دي، انا هشيلها في الفريزر، بروح مبططه الكيس كده وقافلاه وشايلاه في الفريزر. مفيش بعد ما بتطلعيه من الفريزر نص ساعه 10 دقايق ربع ساعة بالكتير بيكون فك معاكي، لانك مبططاها كده فما بتاخدش وقت، بتفك معاكي بسرعة. فانا اعبي ايه الاكياس معايا بنفس الطريقة واروح مبططاها كده واحطها في الفريزر. وهقليها معاكم برضو دلوقتي وهتشوفوها طالعة جميلة جدا وهشة ومتحمرة ومش شاربة زيت وجميلة جدا. بصوا بقى شوية اللي معايا دول اللي انا ايه هتبلهم. التوابل بتاعتها سهلة جدا، ملح وكمون وكزبرة، طعمية، دي التوابل بتاعتها. عايزة تحط اي حاجة تانية براحتك، عايزة تحطي عليها شمر اللي انت عايزاه، عايزة تحطي مثلا بتاع كربوناتو، بيكنج باودر، اللي انت عايزاه. انا ما بحطش غير ايه الملح والكمون والكزبرة، ومعايا السمسم اللي هنشكل بيه الطعمية، ومية عشان ابل ايدي فيها ايه وانا بشيل ايه الطعمية. حطيت الزيت على النار، الزيت ما يسخنش جامد معاكي، والنار كمان اول ما الزيت يسخن بتروحي مهديه النار وتحطي الطعميه. لو الزيت سخن قوي الطعميه هتفرش منك وهتلاقيها هي بقت فرافيت كده في الطاسه. لا، خلي النار متوسطه كده والزيت ما يكونش سخن قوي، وشكلها بايدك، بلي ايدك ميه وتروح واخده حته الطعميه كده على ايدك وتبلي ايدك في السمسم وتحطيها. بصي طالعه جميله ما شاء الله قدامك اهي، جميله ما شاء الله وهشه وكان طعمها تحفه. بصوا ما شاء الله، وكفايه ان انت عاملاها في زيت نظيف وعاملاها في البيت وضامنه ان انت غاسله كل حاجه. اول ما بتتحمر معايا كده بروح مطلعاها. بصوا طالعه ما شاء الله جميله قدامكم اهيت، جميله جدا وهشه ومستويه من فوق، متحمره من فوق ومن تحت ومستويه من جوه. وطريقتها طبعا ما فيش اسهل منها، وقلت لك على كل حاجه هتشيلها ازاي وتحفظها في الفريزر ازاي وطريقه التسويه بتاعتها. ده يا حبايبي كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش تحطي لايك وتعملي لي متابعه وكومنت حلو منك، وكمان تشيري الفيديو عشان الكل يستفاد. واشوفكم في